صباح الخير على الحلوين. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب ان شاء الله كده يبلغكم رمضان واحنا معاكم يا رب، واحنا كلنا في اسعد حال يا رب. هنعمل بقى ايه؟ هنلحق بقى نعمل الفستق اللي هو ايه، بديل الفستق او الفستق الكذاب زي ما بتقولوا عليه. يلا بقى ايه، الحقي اعملي، هاتي بقى كمية سوداني زي ما انت عاوزة، سوداني محمص او حمصيه على النار، نص كيلو كيلو يعني براحتك خالص. بعد كده بضربيه في الكبة ضربة الأول، وبعد كده أحط عليه اللون طعام أخضر وروح الفستق بتتجيب من عند العطار. وبعد كده اضربي تاني لحد ما توصلي للضربة المناسب ليها، اللي هو مكسر كده، مش مفرفت خالص، لا مكسر انصاص، يعني انصاص كده زي السوداني المجروش او الفستق المجروش، تمام، زي بنفس الشكل ده كده. بس هو ايه، حلو كده قوي، بس هحط لك كمان نقطه لون كده وهوريلكوا بقى الاخر. حلو قوي، انا جربته في الجلاش والمهلبيه، جميل جدا. اهو كده مندي اهو كده، يا دوب ضربناه في الكبه، وبعد كده تلاقيه مندي كده، تحس ان هو مندي شويه كده وطري. ما تقلقيش، حطيه تدخليه بقى في الفرن مسخن مده 10 دقايق او 8 دقايق بالكتير. هتلاقيه بقى طلع بالشكل الجميل ده بقى كده، محمص خالص ومقرمش خالص ولونه حلو قوي قوي، فستق فعلا يعني. اهو ده سوداني اهو. هتحفظيه بقى عندك في برطمانه او حاجه وتعملي من، انا جربت منه الجلاش طلع جميل جدا، ولا خرط ولا عامل لون ولا اي حاجه في الاكل خالص خالص خالص، وحلو قوي، عاطي طعم حلو قوي مع مع روح الفستق. جربوه، الف هنا وشفا، وما تنسوناش في دعمكم في الاشتراك واللايك، وحطيه بقى كده اهو نفس الشكل الجميل ده. اعملي بقى الكميه براحتك، الكميه اللي انت عاوزاها. شكرا لمتابعتكم الفيديو، ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا. تمام.